الحكاية بدات في واحد الصباح ضبابي من شهر ماي 2012 في واحد الدوار معزول نواحي الدار البيضاء. السكون كان سيد الموقف، حتى قطعوا صرخات ديال شي دراري كانوا كيعوموا في واحد الواد دايز من تما. الدراري وهما كيلعبوا انتبهوا لشي حاجة كحلة وكبيرة حاصلة في جنب الواد بين القصب والحجر. الفضول، داك الفضول اللي كيسبق الكوارث، دفعهم يقربوا. ميكا كبيرة من النوع الغليظ، ملوية بعناية ومسكوتشية بالسكوتش الغليظ من الراس حتى للقاع، ومربوطة بحبل ثقيل. غير واحد فيهم قرب وحاول يتقبل ميكا بالعود، نبعتات واحد الريحة يا لطيف، ريحة الموت فاش كيتخلط مع الماء والتعفن. ريحة خلات الدراري يهربوا حفيانين كيجيو عند المقدم. رجال الدرك الملكي لابيجي وصلوا للمكان بسرعة البرق، ضربوا طوق أمني وجابوا الفرقة العلمية. الكل كان حاط يدو على نيفو والعيون مفيكسي على ديك الرزمة الغامضة. بمجرد ما فتحوا الميكا من جهة الراس بانت الحقيقة المرعبة: جثة ديال شابة في مقتبل العمر، الملامح ديالها شبه ممسوحة بسبب الماء والتحلل، ولكن الآثار ديال العنف كانت باينة. هاد السيدة ما ماتتش غرقانة، هاد السيدة تعذبات وتخنقات وتضربات، عاد تلاحت هنا بحال شي زبل باش يغبروا ليها الآثار. بعد رفع البصمات بصعوبة، السيستم عطى الهوية. الضحية سميتها حورية، بنت عندها 33 عام، بنت دوار فقير في الهوامش، والبطاقة الوطنية ديالها كتقول باللي هي بدون مهنة. المحققين ركبوا في سياراتهم ومشاو قاصدين دارهم في داك الدوار المنسي. لقاو الأب، راجل شيباني والفقر باين في كل ركن من الركان ديال دارهم. غير سمع الخبار طاح الأرض. سولوه المحققين: بنتك حورية فين كانت عايشة وشنو كدير؟ الأب والدموع في عينيه جاوبهم بكلمات قطعات ليهم القلب: وليدي، حورية هي عكازي في هاد الدنيا. بنتي مزوجة بواحد ولد دوار حرك لإسبانيا هادي 6 سنين باش يصايب وراقو، وهي مسكينة مشات لكازا، كارية بيت مع البنات وخدامة فام دو ميناج في واحد الأوتيل، كتقاتل وتضرب تمارة وتصيفط لينا باش نعيشو وباش توفر لزمالها. بنتي كانت هي كل شي في هاد الدنيا. كلام الأب كان كيصور حورية كضحية للكفاح والفقر، ولكن بمجرد ما المحققين رجعوا للدار البيضاء ومشاو للعنوان اللي مسجلة فيه حورية، الصورة تقلبات 180 درجة. ما لقاوش بيت في السطح وما لقاوش حي شعبي، لقاو إقامة فاخرة في واحد من أرقى أحياء البيضاء. والصدمة الكبيرة: الساروت اللي لقاو عند الضحية حل الباب ديال الشقة كتسوى الملايين الصحيحة. دخلوا للدار، لقاو الأتات آخر ما كاين: زرابي، مجوهرات ذهبية في المجر، ومبالغ مالية كاش، وحوايج ماركات عالمية. واش فام دو ميناج تقدر تشري هاد الشي؟ واش بنت الدوار الفقيرة تقدر تعيش هاد العيشة؟ الكونسياج ديال العمارة زاد كمل البهية وقال للمحققين جملة خلاتهم يتبادلوا نظرات الدهشة: حورية السيدة الله يعمرها دار، ساكنة هنا هادي شهور، وكان كيجي عندها راجل هديمة، واحد السيد خليجي لاباس عليه، سيارات فارهة وهدايا، كيحماق عليها. هنا الخيط تخربق للمحققين. الأب كيقول مزوجة بحراك في أسبانيا سميتو فؤاد وخدامة منظفة. الكونسيرج والواقع كيقولوا مزوجة بخليجي في كازا وعايشة عيشة الأميرات. الجثة في الواد كتقول شي حد بغى ينتقم منها الشر انتقام. واش حورية كانت كتلعب على الحبلين؟ واش كانت دايرة دوبل في الزواج؟ السؤال اللي حمق المحققين: شكون قتلها؟ واش السعودي اللي اكتشف أنها مزوجة بواحد آخر في قتلها، ولا الحراق اللي في إسبانيا ولكن هو في إسبانيا كيفاش يقتلها في المغرب؟ ولا كاين سر آخر مدفون؟ الشكوك مشات لواحد الصديقة انتيم ديال حورية سميتها لبنى. هاد لبنى كانت هي العلبة السوداء ديال حورية، وهي اللي كانت كتوصل الفلوس لدارهم في الدوار. جابوها في الأول، نكرات وبكات وحلفات باللي ما عارفة والو، ولكن المحققين القدام عارفين باللي الحلقة الأضعف هي المفتاح. زيروها وواجهوها بالتناقضات وهددوها بتهمة المشاركة في القتل. وهنا لبنى طاحت وفرقعات الرمانة، وعاودت لهم القصة اللي خلات لاجدوان يضرب الطابلة بيدو من هول المسمع. حورية ما كانتش غير خاينة، حورية كانت دايرة سابقة في التاريخ، كانت جامعة بين جوج رجال، واحد في الوراق وواحد في الفراش. كيفاش قدرت حورية تخدع راجلها في إسبانيا والسعودي في المغرب في نفس الوقت؟ وشكون هو الشخص اللي ساق الخبار وقرر يهبط يطبق فيها الشرع اليد ويعذبها حتى الموت؟ وشنو هو الدور الشيطاني اللي لعباته الصديقة لبنى باش توصل حورية للمصيدة؟ لبنى الصديقة اعترفت بكل شي والدموع نازلة. قالت للمحققين: أنا ما قتلتش، أنا غير هدرت.
حورية كانت صاحبتي، ولكن الطمع عماها. كانت مزوجة بفؤاد ولد بلادها اللي حرك لإسبانيا ومسكين كيضرب تمارة باش يصايب الوراق ويديها. ولكن هي تلقات بتاريخ خليجي في كازا دارت عليه الحيلة باللي هي مطلقة. السيد طاح تزوج بها بالفاتحة، يعني زواج عرفي، وشرى لي هذيك الدار وعيشها في النعيم. كانت عايشة في الصباح مرات السعودي، وفي الليل كتجاوب فؤاد في التليفون وتمثل عليه دور الزوجة الصابرة اللي كتسناه. ولكن السر عمرو ما كيدوم. وقع خلاف تافه بين حورية ولبنى. حورية بحكم الفلوس ولات كتعامل لبنى بتكبر. لبنى وبدافع السم والحقد هزات التليفون وعيطات لفؤاد في إسبانيا. قالت ليه جملة وحدة شعلات فيه العافية: اجي تشوف مرتك اللي كتحرم راسك باش تصيفط ليها، راه مزوجة بخليجي وساكنة في فيلا وانت كتحسابها خدامة في الميناج. فؤاد جن جنونه، ما تاقش في الاول، ولكن لبنى صيفطت ليه التصاور والعنوان. فؤاد الغيرة والحرقة ديال الشمتة رجعته وحش. قطع الورقة وهبط للمغرب سريا، دخل بلا ما يعلم حتى حد، لا عائلته لا والو. تواصل مع لبنى وتأكد من كل شي بعينيه. شاف مرتو راكبة في سيارة فارهة وشاف الخليجي داخل عندها. شرى مرة جديدة أوروبية وعيط الحورية، قال ليها بصوت هادئ: ألو حبيبتي، أنا غنهبط للمغرب هاد اليومين، توحشتك وبغيتك تلاقي بيا في البلاصة الفلانية باش نمشيو للبلاد مجموعين نديرو مفاجأة للوالدين. حورية بكل سذاجة، أو حيت كانت تايقة في كذبتها، مشات للموعد. وحتى الخليجي ديك الساعة ما كانش، حيتاش تيرجع لبلادو وتيجي مرة في الشهر. غير ركبات معاه في الطوموبيل اللي كان كاريها، الوجه ديال فؤاد تبدل من الحبيب المشتاق للجلاد. داها لمنطقة خلاء ومعزولة، وتما بدات محكمة العذاب. واجهها بالحقائق. حورية حاولت تنكر، تحلف، تبكي، ولكن فؤاد كان موجد الدليل. العصا والضرب خلاوها تعترف بكل شيء. قالت ليه: الطمع عماني، اسمح ليا. ولكن فؤاد ما كانش باغي يسمع اعتذار، كان باغي يغسل العار. خنقها بيديه، زير عليها وهي كتشوف عينيه نظرة الموت، زير حتى خرجت روحها وماتت بين يديه. من بعد وببرودة غلفها في الميكا وسكوتشاها وربطها بحجرة قتيلة ولحها في الواد باش يغبر الأثر ديالها ويرجع لإسبانيا. النهاية. دابا بفضل اعترافات لبنى داروا مذكرة بحث وطنية ومراقبة للحدود. فؤاد تشد في مدينة بني نصار الناظور وهو كيحاول يرجع لإسبانيا. اعترف بكل شيء وقال للمحققين: ما ندمتش حيت شمتاتني وغدراتني وانا كنضرب تمارة وغربت راسي على قبلها. المحكمة كانت صارمة. فؤاد الزوج الأول تحكم عليه ب30 سنة سجنا نافذا، القتل العمد مع سبق الإصرار. لبنى الصديقة تحكمت ب4 سنوات حبس بتهمة التستر وعدم التبليغ عن جناية، حيث كانت عارفة فؤاد ناوي يقتلها وما علمتش البوليس. العبرة يا سادة: حبل الكذب قصير، مهما طالت المدة الحقيقة كتبان. حورية اختارت طريق الطمع والخيانة وخلصت الثمن بحياتها. خطر الوشاية: لبنى عوض ما تنصح صاحبتها أو تسترها، شعلات العافية وتسببات في جريمة قتل وخلصت الثمن من حريتها وشبابها. القناعة كنز. كون رضات حورية بقسمة الله وصبرات مع راجلها الأول، كون راها عايشة دابا، ولكن اللي بغاها كاملة كيخليها كاملة. الله يرحم الجميع ويغفر الجميع. شنو رأيكم؟ واش العقوبة ديال 30 عام لفؤاد عادلة نظرا للخيانة اللي تعرض ليها؟